السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر جديد يشغل جمهور النادي الأهلي. يبدو أن إدارة النادي الأهلي تحاول استعادة أحد أبرز لاعبيها السابقين والمحترفين حاليا في أوروبا، محمد عبد المنعم، لدعم الفريق في الفترة القادمة، ولكن هناك تفاصيل مثيرة حول موقف اللاعب وإمكانية عودته. تعالوا نعرف القصة كاملة مع بعض، يلا بينا. في مصادر أكدت إن مسؤولي النادي الأهلي تواصلوا مع محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والمحترف حاليا في نادي نيس الفرنسي بهدف العودة لدعم صفوف الفريق في المرحلة القادمة. الأهلي يسعى دائما لدعم صفوفه بأفضل العناصر، وعبد المنعم كان دائما واحدا من الركائز الأساسية في دفاع الفريق قبل احترافه. لكن اللاعب أكد للمسؤولين أن هناك صعوبة كبيرة في العودة بالوقت الحالي بسبب التزاماته مع نادي نيس. محمد عبد المنعم ملتزم بعقده ومسيرته الاحترافية في أوروبا، ولكنه أبدأ مرونة في المشاركة مع الأهلي فقط خلال منافسات كأس العالم للأندية. ندي تحليل كده، ده معناه ان اللاعب عنده رغبة في تمثيل الاهلي في هذه البطولة العالمية، ولكنه في نفس الوقت يقدر أهمية استمراره في الاحتراف وتطوير مستواه مع الفريق الحالي. والموضوع هنا بيطلب تفاهم بين الأطراف كلها، الأهلي ونادي نيس واللاعب نفسه. نيجي بقى على أهمية اللاعب للفريق. محمد عبد المنعم بيعتبر من أهم المدافعين اللي ظهروا على الساحة في السنوات الأخيرة، وأداؤه المميز مع الأهلي ومنتخب مصر كان دايما عامل فارق، وبالتالي وجوده في كأس العالم للأندية هيكون دعم كبير جدا للنادي في مواجهة الفرق العالمية. وفي النهاية جمهور الأهلي أكيد بيتمنى عودة عبد المنعم ولو حتى لفترة قصيرة مثلا كأس العالم، لكن أتوقع إن الأهلي يقدر يوصل للاتفاق مع نيس لتحقيق ده. بس كده متنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة. بس سلام.